برج الأسد من بإذن الله 14 حتى 20 20 من نفس الشخص، من نفس الشهر. ايه اللي انا بقوله ده؟ طيب ايه رأيكم ان انا ماسكه التاروت غلط؟ طيب ايه رأيكم يا بنات ويا اولاد في لون الشعر الجديد اهو؟ لون الشعر الجديد حلو. يلا بينا كده نشوف. حتى روج النهارده. يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم يا رب. لا انا مش حاطه روج بس، انا حاطه روج وحاطه ايلاينر كمان والله، اوعى. طيب يلا بينا كده. طبعا القراءة عامة، طبعا قد لا تنطبق على الجميع. طبعا يلا بقى لايكات وصيطونا بمناسبة الشعر والنيو لوك. يلا بينا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة عامة قد لا تنطبق على الجميع، لكن إذا شعر الأسد وكأن القراءة تنطبق عليه فعليك وصندوق الوصف، هناك هتلاقي القراءة المكملة لهذه القراءة. طبعا انتوا عارفيني أنا لو مش في المود 100% ما احبش اصور، ولما بصور بالذات لو انا هطلع فيس تو فيس واحكي معاكم بيبقى برفورم كبير. عشان كده طلعت لكم بعد ما خلصت كوبايه الكوفي بتاعي بعد الفطار. انا فطرت اومليت النهارده في البان اللي هو بتاع عارفين العيش اللي هو كده و الحقيقه ان انا الاومليت كان جواه، انا اللي عاملاه، كان جواه عملت جواه شيدر، واحده شيدر خفيفه قوي عشان طبعا الرجيم بقى والجسم بقى وكده بقى. الواحد طبعا ايه بدأ كده هو يظبط الدنيا يلا بينا كده هو نشوف بس. يعني الفطار كان جميل قوي يلا كده في المود الحلو ده نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي بيحصل مع الاسد من باذن الله 14 حتى 20 من شهر مارس؟ ولو حسيت ان القراءة تنطبق عليك فعليك وصندوق الوصف، هناك هتلاقي القراءة مكملة لهذه القراءة. توصلت اول كارت للاسد، توصلت للاسد بتقول لي ان الاسد مش عايز يقول انا مظلوم، مع اني انا شايفاها يعني على لسانك بس وكأنك بتقولي لا. ايوه كده يعني. تعال نشوف. فور اوف وند علاقة. التن اوف وند حاسسها تقيلة شوية. نايت اوف وند، فور اوف سورد، الله، هرمت، يا سلام، استشفاء جميل. هناك استشفاء جميل بيحصل دلوقتي حالا ويا الاسد. استشفاء ده محدش يقدر يمنعك منه، حتى الطاقة التقيلة اللي انت حاسس بيها. ربما كمان ان استشفائك اللي انا شايفاه هنا في الهرمت وفي الفور اوف سوردز، كارتين الاستشفاء في التاروت، بسبب ده انت حسيتك هنا في طاقة التو اوف سوردز مش عايز تقول انا مظلوم، او مش عاوز تتكلم عن ظلم او عن احاسيس فيها ظلم او حاجه زي كده، وكانك بتقولي لها مش وقته دلوقتي، وقت ان انا اشتغل على اللي انا عايزه، ده مش وقت ان انا اقول مظلوم او الشخص ده ظلمني او الشخص ده ضايقني او اي حاجه من ديت. طيب حلو جدا. طبعا في شخص فعلا في علاقه اهوت موجوده هنا في بيت العلاقه ويا الاسد، ولكن في يعني رغبة ممكن تكون من الأسد إنه العلاقة تكون أكتر حركة، تشعر وكأن في شيء ماسك قوي في العلاقة تقيلة شوية حبتين عليك، أو في حاجة لازم تمشي في العلاقة، لازم تتحرك. ماشي، تعالى كده نشوف تاني كارت هيقول لنا إيه. من 14 طبعا ل20 من شهر مارس. حلو جدا، قوتك انت في قوتك. كوين اوف وانز وشايفه فيها الاسد الحقيقه. ماشي،
هو ده السبب اللي الاسد مش يعني شايف انه ممكن يكون مظلوم في بعض الاشياء في حياته دلوقتي، لكن انا مش هقول انا مظلوم، لا انا هشتغل على اللي ناقصني وهعمله وهجيبه. لكن انا خلاص مش ما عنديش وقت ان انا اقول انا مظلوم. انا عندي وقت ان انا اشتغل على الاشياء اللي انا حاسس ان انا مظلوم فيها، لكن مش هقعد انا واحط رجل على رجل وايدي على خدي واقول انا مظلوم. لا مش هعمل كده. تعالى نشوف تاني كارت ليك، الكوين اوف وانز هتقول لك ايه. ديفل بيج اوف بنتكلز. في نوايا انت حاسس ان هي بالنسبه لك غامضه لحد، يعني انت تشعر بان الشخص اللي انت شايف ان ممكن اللي انت شايف ان العلاقه تقيله شويه معاه، انت حاسس ان في غموض في نواياه. ودوت الحقيقه كرييتن الديفل، او دوت بيعمل الديفل هنا. بمعنى ايه؟ بمعنى انك حاسه صامت، حاسه غامض، حاسه بيحبك، او حاسس بمشاعر فيها حب. حتى لو انتوا الاثنين، حتى لو الشخص ده كراش ليك يعني لسه ما بقاش حبيبك، حاسس برضو بغموض في مشاعره، في اسلوبه معاك، في طريقته وياك، وانت مستغرب. يعني انت كانك بتقول ليه ما يجي لي بقى على بلاطه؟ هو ليه الشخص دوت مش حابب انه يجي على بلاطه؟ ما يجي على بلاطه. يعني انت وكانك بتقول كده، او وكأن ده الحقيقه اللي في بالك يعني دلوقتي. طيب تعالى كده. على فكره يعني الديفل هنا انا حاساه هو الشيء اللي معكر صفو الشيء اللي بينك انت وهذا الشخص، زي بالظبط يعني طاقته مش هتقل عن طاقه التين اوف وانز. ليه؟ لان الطاقتين الحقيقه فيهم تقل، فاهمني كده يعني. طيب تعالوا كده. حلوه الدنيا بدات تمشي مع الاسد. الاسد متمسك بقوته، مش عايز يحس انه مظلوم حتى لو في حاجه ظلمه. على فكره دي طاقه حلوه جدا. الله، تريف كاب، انت في شيء بتنجح فيه. الايس اوف كاب، ثم التين اوف سورد. تعالى نشوف ايه ده. الايت اوف كاب. طيب ماشي. انا نزلت 6 كروت ليك، عارف ليه؟ علشان حسيت ان في كارت زياده عاوز ينزل. طيب لما تبقى انت في علاقه دلوقتي مع شخص، وانت حابب قوي 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 انك تزود الشغل على العلاقه ديت، او ان العلاقه دي تمشي، وفي ايه العلاقه مالها كل ما بتمشي شويه بحس كده ان في حاجز، بحس كده ان الشخص دوت كاتم حاجه جواه، بحس ان في المفروض حاجه تحصل وما بتحصلش. ليه؟ طيب ده عمل، قلنا ايه؟ عمل الديفل. ماشي. ثم فجاه واحده لا انا بمشي وامشي اتجاه الهدف، فبحقق المراد ليا، الشيء اللي انا عايزه، اللي انا تمنيته، او اللي انا بجري وراه او عاوزه، من خلال الايس اوف كاب والتري اوف كاب. وهنا في على فكره هنا ده مش مجرد كارتين بيظهروا للاسد، لا اطلاقا. الكارتين دول هيوروا الاسد وهيفهموه ان الدنيا بتمشي زي ما هو عاوز. دي حاجه. الحاجه التانيه، الاسد ليس في حاجه لاي شخص. ممكن تكون عاوز العلاقه دي، ممكن تكون حابب انك تكون فيها، ممكن كل حاجه. عندك بعض المخاوف ان ممكن مثلا الدنيا ما تمشي زي ما انت عاوز، او تخسر شيء في العلاقه، او تتظلم في العلاقه، او ايا كان، او ان الشخص دوت يديك ظهره او اي حاجه. الا انك بتقول في نفس الوقت اللي عندك فيه المخاوف ديت ما عنديش اي مشكله، انا مستعد امشي في لحظه، انا ما عنديش اي مشكله، انا هفضل احاول مع نفسي. بصوا مفيش حد هيحاول وهيكسر الجبل والصخور الا انا عشان اوصل اللي انا عايزه. دلوقتي دي طاقه الاسد. الاسد عاوز يمشي ورا الشيء اللي هو حابب يحققه حتى لو ايه حصل. اذا الاسد مش مركز على الشخص بعينه، حتى لو في شخص معاك. وفهموني انا اقصد ايه. انت مركز على طاقه الحب، العطاء، التفاني في العطاء، طاقة التوازن، طاقة ان انت يبقى معاك البارتنر، شريك، ليس مجرد علاقة حب كده وخلاص. حتى المتزوجين منكم، انا بتكلم عموما. اذا الله، افكارك جميلة، استشفائك بيتم بشكل وكأن يعني ربنا مديك حافز انك تمشي في طريقك، تعمل اللي انت عايزه بالظبط.
كارتك التالت للطاقة طاقة حلوة قوي على فكرة. في طاقات حواليك. البيج اوف سورت دي طاقة شخص آخر. أشعر بطاقة جديدة من الماضي جاية. يعني إيه طاقة جديدة من الماضي يا مريم؟ يعني طاقة شخص من الماضي ولكنها طاقة برانيو، طاقة جديدة. يعني لو كان الشخص دوت ابتعد عنك وانتوا الاتنين متخاصمين، بيقرب منك دلوقتي عشان يقول لك أنا ولا كأني اتخاصمت معاك ولا كأني زعلت معاك. أو مثلا كأنه مثلا بيقول لك على فكرة اتفرج عليا بالطاقة الجديدة، أنا هكون كأني أي شخص أنت لسه ما شفتوش وما عرفتوش، أو كأنك بتشوفه لأول مرة في حياتك. طيب بالفعل هذا الشخص ربما برجه هوائي، ربما برج الميزان، ربما الجوزاء، ربما برج ترابي، وربما برج ناري. بس خد بالك كينج اوف سورت مش نازل عشان يمثل برج معين، لا، كينج اوف سورت نازل عشان يقول لك خد بالك هذا الشخص بيفكر بعقله زيك بالظبط. تقول لي ايه وانا بفكر بعقلي؟ 7 اوف بنتكل هذا الشخص بيفكر. طيب تعالى كده هننزل 3 كروت طاقة تحليل. انا اسفة 3 كروت كلاريفيكيشن للبيج اوف سوردز، الطاقة الجديدة ديت. ماشي كينج اوف واند كده بقوا شخصين زي ما انا قلت لك. 7 اوف واند، 7 اوف سورد. بص اقول لك حاجة، في موقف من الماضي انت مش عايزه، وبعض منكم البعض الاخر بيقول يمكن ما اعرفش امشي ورا انهي طاقة فيهم، الله اعلم. ده العقل، ده مش القلب. لو القلب هتقول لا الشخص ده جرحني وتعبني انا مش عايزه، القلب هيقول انا لسه بحبه انا عايزه، ده القلب. لكن تيجي تفكر بعقلك هتقول لا مش مناسب دلوقتي ان انا افكر في الشخص ده، ممكن بعدين لما اشوف الموقف اللي انا فيه مع الشخص اللي قلبي رايح له. فهمت؟ هكذا. طيب عموما شايفاك بتصلح في شيء، حتى لو تعبان في الشيء اللي انت بتصلحه بس بتحاول. 7 سورد طاقة حلوة جدا جدا مناسبة ليك قوي، لان هنا في اشخاص بدأوا يعبروا لك عن يعني بعض المشاعر اللي جواهم. هم لسه في غموض، لسه في حالة غموض شوية وشرود، لكن بدأ شخص ما ان هو يابروش يو. يعني حاسه انت اتكلمت مع حد، حاسه ان انتوا الاتنين انت وحد قعدتوا مع بعض اتكلمتوا، او خدت مكالمه من حد كان كلامه لطيف، او رساله وكانت الرساله برضو لطيفه فيها كلام لطيف. ده اللي انا شايفاه. تعالى كده نشوف كارتك الرابع. هو ده عايز ينزل قوي. الايت اوف وانس. طيب انت حاسس وكانك حابب تاخد الدنيا بالراحه، لكن متضايق لانك حاسس في تقل في الطاقه، انت عاوز كل حاجه تمشي بسرعه. ده اكيد لانك برج ناري. 9 اوف بنتكل. الله تيكينج كير اوف يور سيلف، واخد بالك من نفسك، في حلم بيتحقق. 9 اوف وانز. كفايه مخاوف، كفايه خوف. 3 اوف وانز، 3 اوف بنتكل. بص بقى، كفايه خوف وركز مع هدفك، لانه هنا شايفاه بيتحقق. ولما انا ابقى بحقق هدفي بلاحظ وانت ابتديت تلاحظ. طيب في حركه ابتدت تحصل في حياتك العاطفيه جميله، في حب ابتدى يبان. انت هنا منتظر شيء، وكانك منتظر شيء من المجتمع، من حد معين في مجتمعك، يعني في بيئتك، حاجه كده. بص انت عاوز حد يفتح قلبه، ويفتح قلبه قوي، وما يبقاش غامض تماما اطلاقا قدامك. لا مش هينفع، مش هينفع. ليه؟ لان الاسد انت كشخص، انت كانسان، يعني اي انسان انا مثلا الشخص اللي قدامي دوت مش هتوقع منه ان انا هقول له كذا هيعمل كذا، لان هو بني ادم عنده شخصيته، عنده افكاره. انا بني ادم عن شخصيتي وعندي افكاري. اذا التروي هو الشيء المدروس لاي انسان. التروي بالراحه، خد الامور بهدوء. انت ياما كنت منتظر شويه كمان، بس على الاقل وانت بتنتظر دلوقتي على الاقل بدات تشتغل على نفسك. يعني بدات كده تلاحظ. شايف؟ هعتبر دول كارتين الطاقه، دول كارت واحد لانهم نزلوا مع بعض. كينج اوف بنتكلز. شايف كام كينج بينزل لك؟ التين اوف بنتكلز. دي حاله حلوه هتعيشها، عيشها وسيب نفسك ليها. دي حاجه. الحاجه التانيه،
حاول ما ترفضش الطاقات اللي حواليك علشان شخص انت مش متاكد منه، بالذات لو انتوا الاتنين مش متزوجين، بالذات لو مفيش قصه حب كبيره بينكم. بمعنى لاحظ الطاقات اللي قدامك. الورلد في طاقه منهم بتقرب منك، في طاقه فعلا، في طاقه شخص بتقرب منك. فور اوف كاب، ايس اوف بنتكل، تمبرنس. بص بقى، في شخص برضو حاسس ان انت غامض شويه عليه، في شخص حاسس انه هو حابب يقرب وبيقرب بس بطريقه معينه، طريقته، ولكن انت ممكن تكون مش فاهم الطريقه ديت، مش فاهم ان هو فعلا عاوز بدايه جديده وياك، وان هي ديت طريقته في اظهار نواياه او مشاعره ليك. الاشخاص اللي حواليك نوعا ما في غموض في طاقتهم، ودوت لان انت vulnerable. يعني ايه؟ يعني مشاعرك انت مخليها متاحه لحد معين علشان تشرح بدون كلام لهذا الشخص انك حابب تكون وياه، او انك حابب الدنيا تمشي معاه. اعتقد انك فاهمني. طيب وزي ما انا شرحت ان كل واحد فينا عنده طريقته، عنده افكاره، كل واحد فينا عنده اسلوبه، عنده الطريقه اللي عايز الامور تمشي بيها. اذا زي ما انت عندك مخاوف في حاجات، في حد تاني عنده مخاوف في حاجات. عارف ايه الطاقه اللي مش مشتركه بينك انت وهذا الشخص، واظهرت لي ان ربما هذا الشخص حابب اصلا ان هو يتواجد معاك اكتر ما انت تكون حابب تتواجد وياه؟ ان انت بتقول ما يهمنيش حتى لو حصل خذلان او هذا الشخص حاول يخذلني او حاجه، انا همشي في طريقي، سبحان الله، همشي في طريقي وكأن مفيش حاجه حصلت. تخيل ان انت بتقول كده لروحك. بص انهي كارت اللي نزل؟ السكس اوف كابس. هذا الشخص بقى، لا، هذا الشخص مصمم على طاقتك. يعني انت بس اللي في باله، يعني مش في باله ان هو لو حصل مشكله في العلاقه دلوقتي ان هو يبتعد ويروح لحد تاني، او مثلا ان هو زيك مثلا يبتعد وخلاص. هو انت حتى بتقول في دماغك عادي، يعني حتى لو ما فيش بديل ليه في الوقت الحالي مثلا للشخص ده او ايا كان، انا مستعد ان انا امشي عادي جدا. وده ظهر فعلا، صح؟ هو بقى مش كده، لا، هو ما عندوش حتى افكار في انه يبتعد. فتخيل بس ازاي انا تاكدت من اللي انا قلت لك عليه دوت. طيب طبعا بشكر جدا جدا الاسد، واشوفكم باذن الله الاسبوع القادم. ويا اسد يلا كده بقى، لايكات 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 وظبطونا كده في القراءه. ونصيحتي الاخيره للاسد الحقيقه قبل ما اقفل هي حاول انك ما تستعجلش الامور، لا تستعجل الامور يا اسد، بالراحه بالراحه على نفسك وهتوصل اللي انت عايزه. شوف انت حققت حاجات قد ايه، وفي بروجرس او في حاجه حلوه جدا اتحققت في العلاقه العاطفيه مع هذا الشخص. عول على ده، اعرف ان كل شيء بيحصل في وقت معين ربنا هو اللي محدده. بشكر الاسد جدا، اشوفكم الاسبوع القادم. بيس، سلام.